الفيلم بيبدأ بواحد اسمه داني، وبنشوف أول ما زعيم العصابة بيفك الطوق من على رقبته، داني بيتحول وبيضرب كل اللي حواليه، ولما بيلبس الطوق تاني بيهدى خالص وكأنه طفل. وده بيحصل لأن زعيم العصابة اللي هو عمه رباه من صغره زي الكلاب، لدرجة إنه كان بيخليه ينام في قفص. وداني بما إنه متدرب على القتال كويس فكان سهل عليه يقتل أي حد، وده كان الغرض الأساسي اللي عمه بيستخدمه عشانه. بس طول ما داني لابس الطوق ما بيعملش حاجة حتى لو عمه بيموت قدامه. وده فعلا حصل مرة من المرات، وكان داني واقف بيتفرج على عمه وهو بيتضرب وما اتحركش. لكن زعيم العصابة عرف يتصرف وراح شال الطوق من على رقبة داني، وأول ما عمل كده داني اتحول فوراً وبدأ يضرب في الناس ويكسر في كل اللي حواليه، وفعلاً خلص على كل الرجالة لوحده. بس كان في واحد واقف بيتفرج على اللي بيحصل وعجبه داني جداً، خصوصاً طريقته في القتال. وبعد ما خرجوا من المكان عمه بدأ يزعق له وقال له إن الكلاب وظيفتها إنها تحمي أصحابها، لكن هو ما عملش كده، وإنه حتى ما يستاهلش يتسمى كلب. وداني كان ساكت ومستحمل الكلام ده لأنه متعود عليه من زمان. وفي يوم من الأيام عمه خد داني معاه في عملية تانية، وركب له لمبة حمراء قدامه وقال له إنهم هيخشوا جوه، ولو اللمبة نورت يبقى في خطر، وساعتها لازم داني يدخل ينقذهم. بس في المكان ده كان في بيانو، وداني اتشتت شوية لكنه كان برضه مركز على اللمبة. وفي اللحظة دي دخل عليهم راجل أعمى عشان يصلح البيانو. داني أول ما شافه اتخض وما كانش عارف هو طيب ولا لأ، لكن لما الراجل سمع صوت داني طلب منه يساعده. وقتها داني اتأكد إنه فعلا أعمى وقرر يساعده. الراجل الأعمى مسك إيد داني علشان يعلمه يضغط فينا على البيانو، ولاحظ إن إيده ناشفة كأنها حجر، فطلب منه يرخيها، وبعدها خلاه يضغط على مفاتيح البيانو. داني وقتها كان فرحان جدا وابتسم. الراجل عرف نفسه وقال له اسمه سام، فداني سلم عليه لأول مرة في حياته حد يعامله بلطف. بس ساعتها داني نسي خالص موضوع اللمبة واتشغل مع سام لحد ما سمع صوت إنذار، فطلع يجري بسرعة عشان يلحق عمه والعصابة. لكنه لما وصل كان كل شيء انتهى، وعمه واللي معاه اتضربوا من العصابة التانية. وفي اليوم اللي بعده الراجل اللي كان شاف داني وعجبته طريقته راح لعمه وعرض عليه عرض إنه يخلي داني يدخل مصارعة مع واحد ما خسرش ولا معركة، وقال له لو داني كسب هتكسبه فلوس كتير. وطبعا عمه وافق فورا. يوم المصارعة جه وزعيم العصابة فك الطوق من على داني وأمره إنه يدخل الحلبة ويكسر رقبة الخصم. وفعلا داني دخل وضربه 3 ضربات وكسر له رقبته. الناس كلها كانت مصدومة، أول مرة يشوفوا إنسان بالقوة دي. وهم راجعين بالعربية زعيم العصابة سأل داني نفسه في إيه، فداني قال له نفسي في بيانو. عمه ضحك عليه، بس فجأة خبطتهم عربية ونزل منها مجموعة رجالة ضربوا نار على العربية، وفعلا موتوا السواق وزعيم العصابة، بس داني ما حصلوش حاجة. داني ما كانش عارف يروح فين، فراح على المستودع اللي قابل فيه سام، بس لما وصل هناك كان مجروح جدا وبينزف لحد ما وقع وفقد الوعي. ولما فاق اتفاجئ انه لابس بيجامة ونايم على سرير، حاجات أول مرة يشوفها في حياته. سام دخل عليه الأوضة وكان خايف يزعجه فساب له الأكل وخرج. وفي يوم من الأيام داني سمع سام بيعزف على البيانو، فخرج من الأوضة لأنه بيحب البيانو جدا، وساعتها دخلت عليهم فيكتوريا بنت سام بالتبني. داني خاف منها ورجع جري على أوضته وقفل الباب، بس فيكتوريا حاولت تهديه وراحت له وادت له بيانو صغير هدية، وقالت له لو حابب تتعشى تعالى كل معانا. وفعلا داني طلع قاعد معاهم وكان ماسك البيانو في حضنه زي الأطفال، وبيقلد سام في كل حاجة حتى طريقة الأكل، ولما شافه بيضحك قلده كمان. وفي يوم سام حاول يلمس الطوق لكن داني ما سمحلوش وبعد ايده بسرعة، وسام ما كررش المحاولة تاني وطلب منه يخرج معاهم عشان يتفرج على الشارع والناس.
وفعلا خرجوا مع بعض، وسام وداني راحوا يوصلوا فيكتوريا للمدرسة، وقبل ما تدخل باست باباها وباست داني. وساعتها سام سأل داني عن إحساسه، فقال له إنه كان إحساس جميل جدا. بعد كده سام خد داني على السوبر ماركت وبدأ يعلمه إزاي يشتري خضار، وكان دايما بيحاول يخليه يتأقلم على الحياة الجديدة ويتعلم يعيش زي باقي الناس. ولما رجعوا البيت سام بدأ يحكي لداني عن مراته وإزاي ماتت، وكمان عن سبب إنه فقد بصره. وداني كان قاعد بيسمع ومتأثر جدا، لأنه أول مرة يسمع حد يحكي له حكاية بالشكل ده. وبعدها بشوية داني خرج لوحده عشان يجيب فيكتوريا من المدرسة، ولما شافته خدت داني وودته ياكل آيس كريم، وكانت أول مرة في حياته يدوقه، وكان مبسوط جدا. ولما رجعوا البيت سام زعق لهم لأنهم اتأخروا وقعدوا في الشارع، بس بالليل فيكتوريا خدت داني من ورا سام وبدأت تعلمه يعزف على البيانو، وده خلى داني فرحان جدا لأنه أخيرا بيعمل الحاجة اللي كان بيحلم بيها طول عمره، حتى لو هو لحد دلوقتي مش فاهم هو ليه بيحب البيانو بالشكل ده. وفي يوم اللي بعده سام وداني راحوا السوبر ماركت، بس حصلت هناك خناقة كبيرة وكل الناس كانوا مرعوبين ما عدا داني اللي كان واقف شايف كل حاجة ومش فارق معاه أي حاجة. ولما رجعوا البيت سام سأله انت ليه ما خفتش لما حصلت الخناقة؟ فرد عليه داني وقال له عشان الخناقة مش معايا. ومن اليوم ده داني بقى جزء من عيلة سام، وكان عايش معاهم مبسوط وبيتصور في الصور كأنه فرد من العيلة بجد. وفي يوم من الأيام كان داني وفيكتوريا قاعدين بالليل بيعزفوا مع بعض، وفيكتوريا وقتها قررت تفك الطوق من على رقبته، وداني مهتمش لأنه خلاص اتغير وبقى إنسان طبيعي وما بقاش نفس الوحش اللي كان عليه زمان. وبعدها بيوم داني راح مع سام يصلحوا بيانو. سام اداله شوية فلوس وقال له روح اشتري بيهم اللي نفسك فيه. وفعلا داني راح السوبر ماركت واشترى حاجات بسيطة كان نفسه فيها، بس وهو مروح خبط صدفة في واحد من رجالة عمه زعيم العصابة، والراجل ده أول ما شافه عرفه وقال له انت فاكر ان عمه مات؟ لا، لسه عايش. وداني كان عايز يمشي ومش فارق معاه الكلام، بس الراجل هدده وقال له لو ما جيتش معايا هموت الناس اللي انت عايش عندهم. فداني ما كانش قدامه حل واضطر يروح معاه. ولما وصل سأل عمه لأول مرة عن أمه، وعمه قال له أنا ما أعرفش عنها حاجة، دي رمتك في الشارع من زمان وأنا خدتك وربيتك. وكان واضح إنه بيكذب عليه. ولما داني طلب إنه يمشي عمه رفض وهدده بنفس التهديد، فاضطر داني يقعد معاه ويستسلم للأوامر تاني. وفي اليوم اللي بعده عمه خد داني لساحة قتال، بس داني ما كانش عايز يقتل حد، وعمه لما شاف كده اتعصب ورماه جوه الحلبة غصب عنه، والمصارع اللي قدامه بدأ يهجم عليه وهو ما كانش بيرد الضرب، كان بس بيحاول يصده. فصاحب العرض وقتها اتضايق جدا لأن القتال ده المفروض يبقى لحد الموت. عمه وقتها حب يساعده فرماله سلاح في الحلبة، لكن داني برضه ما كانش عايز يستخدمه ولا حتى كان ناوي يقتل المصارع اللي قدامه. ساعتها صاحب العرض اتنرفز ودخل الحلبة أكتر من مصارع عشان يخلصوا عليه، ورمالهم كمان أسلحة علشان المعركة تبقى سريعة وسهلة. وقتها بقى داني اضطر يدافع عن نفسه لأنه لو ما ضربش هيموت، وفعلا بدأ يضرب فيهم وقدر يعجزهم كلهم من غير ما يقتل حد. عمه كان واقف بيتفرج ومتعصب جدا، ولما أمر داني إنه يقتل المصارع اللي قدامه داني رفض. فزعيم العصابة طلع المسدس وموت المصارع بنفسه قدام الكل. وبعد المعركة خد داني وحبسه تاني في القفص بتاعه. وبالليل داني قدر يهرب من القفص وبدأ يفتش في كل صور عمه لحد ما لقى صورة لأمه وسط الصور دي، وخدها وراح يواجه عمه بيها وقال له إنه كذاب وإنه كان عارف مامته من الأول. عمه كدب عليه تاني وقال له أمك ما كانتش عايزاك وهي اللي خلتني أخدك. داني وقتها اتأثر جدا، بس جواه حاسس إن في حاجة غلط. وفي اليوم اللي بعده عمه خد داني معاه بالعربية وكانوا رايحين لمعركة جديدة، وكان بيقول له إحنا عيلة واحدة ولازم نحمي بعض. بس داني ما كانش فارق معاه كلامه، ومرة واحدة مسك دركسيون العربية وقلب بيهم العربية. وبعدها داني هرب وراح على سام وفيكتوريا ووراهم صورة مامته.
فيكتوريا لما شافت الصورة عرفت المكان اللي مامته كانت شغالة فيه، وفعلا خدوا داني وراحوا هناك. ولما وصلوا داني بدأ يفتكر المكان وافتكر ذكرياته مع أمه، بس لسه مش عارف إيه اللي حصل لها بالظبط. ولما رجعوا البيت فيكتوريا قدرت تطلع النوتة اللي مامته كانت بتعزفها في الصورة وبدأت تعزفها له. أول ما داني سمع النوتة افتكر كل حاجة، افتكر إن مامته زمان خبته في الدولاب وشاف بعينه عمه زعيم العصابة وهو بيحاول يعتدي عليها. بس لما مامته صدته وضربته عمه طلع المسدس وقتلها، وهنا داني افتكر كل حاجة. على طول لموا حاجتهم وقرروا يهربوا من الشقة لأن أكيد عمه مش هيسيبهم. وفعلا بعدها بثواني رجالة العصابة وصلوا للمكان. داني وقتها خد سام وفيكتوريا وخباهم في الدولاب زي ما مامته خبته زمان، وبدأ المعركة. بس المرة دي كان بيدافع عن عيلته وكان بيضرب في الرجالة بكل قوته وقدر يخلص عليهم كلهم. وبعدها بشوية عمه وباقي العصابة وصلوا وبدأوا يضربوا نار في كل حتة. وداني دخل في معركة جديدة وفضل يقاتل لحد ما خلص عليهم واحد واحد، وفي الآخر وصل لعمه. عمه لما لقى نفسه لوحده حاول يستعطفه وقال له إنه مسامحه وطلب منه يرجع معاه. داني قرب منه وكان باين عليه إنه مصدقه، لكن فجأة طلع السكينة وضربه بيها قبل ما عمه يلف الطوق حوالين رقبته. وداني كان خلاص هيقتله، لكن سام وفيكتوريا وصلوا في آخر لحظة ومنعوه إنه يكمل لأنه ما كانوش عايزينه يرجع تاني للوحش اللي كان جواه. بس عمه مسكتش وفضل يشتم فيه، وساعتها سام اتعصب ومسك الزهرية وقتل بيها زعيم العصابة عشان يحمي داني ويمنعه يرجع للدم تاني. وفي نهاية الحكاية داني وسام حضروا حفلة لفيكتوريا، وكانت فيكتوريا بتعزف النوتة اللي مامته كانت دايما بتعزفها له، وداني كان قاعد بيسمع وهو متأثر جدا ومبسوط أخيرا بالسلام اللي لقاه. وبيخلص الفيلم لحد هنا. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك واشتراك، واستنى مننا ملخصات أقوى وأحلى. سلام.